السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بقى النهاردة نعمل كفتة عندما تعشق الكفتة. هنعمل طبق كفتة حلو وسهل وسريع لعشاق الأكلات السريعة الجاهزة. النهاردة هنعمل أكل طبق حلو قوي في البيت، سهل وسريع، مش هياخد معاكي ولا وقت ولا مجهود، وبنقدمه كده بشكل حلو زي ما انت شايفة. وايه بقى ريحة وطعم وجمال، بصوا مقولكيش، طعمها تحفة، ريحتها تحفة، اكلها تحفة. بسم الله ما شاء الله، حاجة كده فاخر من الاخر. بس بقى قبل ما نبدأ ما تنسيش تحطي لي اللايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك دايما مني كل جديد. سمي بسم الله ونصلي على رسول الله، متنسوش تصلوا على الرسول في الكومنتات. هنعمل النهاردة بقى الكفتة ديت كفتة انا جايباها جاهزة. تمام. بتجيبيها من عند الجزار او بتجيبيها من عند الهايبر. بس بتبقى كفتة حلوة يعني، ويعني طعمها حلو وكلها لحمة. المهم بقى هنحضر معانا كده الفلفل بقى تحطي بقى الوان، تحطي اخضر، تحطي فلفل حامي، اللي تحبيه حطيه، المتاح عندك. انا الحاجات دي موجودة عندي في البيت، فاللي موجود عندي بعمل بيه. دلوقتي كده مسكت الفلفل بقى كده قطعته قطع صغيرة زي ما انت شايفة، وجبت بصل، مسكت البصل برضو قطعته. ودلوقتي كده بقى معايا ايه صينية كده، بعد ما شوحت البصل هنزل كده بالكفتة بتاعتي. تمام. البصل ايه يعني خد ايه نص التشويحة كده. ودلوقتي الكفتة اول بقى ما تاخد لون كده ابتدي بقى ان انا اقلبها كده. طبعا بقى بتكوريها تعمليها صوابع زي ما انت عايزة، اللي تحبيه اعمليه، انا بحبها كده بجد، طعمها جميل قوي قوي. وكمان لو عملتها كفتة داوود باشا هتبقى تحفة معاكي. كده ايه قلبتها كده خدت ايه لون. مفروض بقى ايه تفضلي تشوحي فيها كده، ما تخليهاش تلسع منك، عشان الكفتة لازم تبقى طرية كده وطعمها حلو، لحد بقى ما تاخد معاكي اللون بقى كده وتستوي كده من جوه ومن بره. وتروحي بقى ايه مقلباها هي والبصل في بعض كده، وبعدين تنزلي بقى بالفلفل بتاعك. يا سلام بقى الفلفل ده بقى لو في فلفل الوان او فلفل اخضر بيدي لون بقى وطعم وحاجه كده ايه ما اقولكيش بقى. هتنزلي بقى بملح وفلفل بقى. اهم حاجه خدي بالك لو الكفته فيها ملح ما تضيفيش ملح كتير، ضيفي ملح بسيط. لو هي مش متملحه ضيفي الملح بتاعك عادي زي ما انت عايزه. وبقى ايه اهم حاجه البصل كده كتير، وال وفلفلها يبقى كتير كده، وهي كرات بقى الكفته. وما اقولكيش بقى رغيفين عيش كده يا. دلوقتي كده بقى ايه خلاص خلصنا كده بقى الصينيه دي بقى في قلبك الصوص كده بقى بتاعها مع العيش الطري كده والفلفل كده. ويا سلام بقى لو حطي بقى فلفل حار، ياه وديني وانسى الدنيا، هتاكلي احلى صينيه كفته. بجد بقى الطبق ده في قلبك، اكله كده سريعه وسهله وتحفه وطعمها حلو قوي قوي. يعني الرغيف كده بيتباع بره بالشيء الفلاني برقم يعني. تعالوا بقى النهارده نقدمها بقى بطريقه حلوه. هنعمل معاه كده شويه رز ابيض كده عسل كده، وتحطي بقى الكفته كده بقى بالصوص بتاعها كده بقى، وتاخدي كده من الصوص وتحطي على الرز كده يا واي، في قلبك في قلبك. عايزه اقولك بقى حاجه كده فاخر من الاخر بجد، طعم وريحه وجمال، وبصي بروتين بروتين يعني. ودلوقتي بقى كده لو عجبك الفيديو بقى ما تنسيش تحطي لي اللايك وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك دايما مني كل جديد. وما تنسوش تقولوا لي انتوا بتتابعوني منين. لو عجبك وصفاتي ادعميني يا اختي والنبي، وحطي لي اللايك واشتركي في القناه.